سلام خياتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة تاع الكروكي، وصفة محبوبة الجزائريين، ووصفة اقتصادية من الحلويات الجافة. هنايا أنا درتها لكم على طريقتي. الوصفة اللي ما نستغناش عليها، لكن بلمسة كيما راكم تشوفوا درت لكم كروكي مغبغي، يعني من الداخل حتى لبرا، والشكل راهو يعبر على نفسه. نبداو بسم الله الوصفة تاعنا. هنايا أنا درتو في البيتخا، طلعت 5 حبات بيض هكذا بدرجة حرارة الغرفة بيان سور. زدت لهم هنايا كاس ناقص إصبع تاع سكر، السكر العادي، عندي رشة تاع ملح، ومغرفة تاع لافاني باش نحيو الريحة تاع البيض. هنا حنطلعوهم بالباتور كيما قلت لكم، تقدروا بالفوي بالباتور عادي. انا هنا استعملت البيتخا. نطلعوهم حتى يتضاعف الحجم ديالو ويبيض هذا الخليط بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش طلعته. هنا حنزيد كاس ناقص اصبع نفس الشيء، زيت العادي. اللي حاب يخلط زبده مع الزيت تاني تعطي نتيجه شابه، لكن غير بالزيت ويجي هاد الوصفه وتجي روعه. هنا السير كامل كي ذوبنا مليح هذاك السكر وطلعنا البيض، ديجا هنايا راح نعطيولو واحد الخفه والهشاشه هايله لهاد الكروكي. هنا الزيت تقدروا تضيفوه على دفعات كيما تضيفوه على خطره، ونكملوا نطلعوا هكذايا. هنايا عندي 3 مغارف كبار تاع مايزينا، هكذا راني غربلتهم بجيه مع باكي ونص تاع خميره الحلويات لا ليفر شيميك. نضيفوهم هنايا لهذاك الخليط ونكملوا نخلطوا. هنا ملاحظة فقط، النواشف كامل نغربلوهم هكذا، ونكملوا نخلطوا بالباتور ولا بالبيتخا، ندخلوا هذيك المايزينا مع لا ليفر شيميك. هنا واش حنديروا، انايا راني حنقسم الخليط تاعي، باسكو كيما شفتوا انا هاد الكروكي تاعي مغبغي، تما كاين جزء اللي حنستعملو بالكاكاو. نقسم الخليط تاعي في هاد اللحظه باش تقعد لي غير الفرينه اللي نضيفها. هنايا رايحة نخلي يعني العجينة الفاني هي آآ كيفاش نقولوا الكمية الكبيرة، يعني نقولوا نقسموها على 3 أجزاء، جزئين لافاني وجزء تاع الكاكاو، هكذا يعني ماشي كيما نقولوا en détail ولا بحساب يعني دقيق. اللي رجعته هكذايا للبيتخا، رايحة نضيفت له هنايا 3 مغارف كبار تاع كاكاو، وبدلت الفوي هذا لأنه حنطم العجينة تاعي، ونخلط هكذا حتى يتمزج هاد الكاكاو. ونفس الشيء نفس يعني الملاحظة اللي درتها، أنه الكاكاو نغربلوه. شوفوا هدية سيت اون استوس، كي تحبوا دايما الكاطو تاعكم يجي يعني بنين، ويجي يعني كيفاش نقولوا لا تيكستور تاعو مليحة، النواشف كامل غربلوهم. يا لو كان يكون يعني هكا حلوة كيما نقولوا جافة، ماشي حلوة تقليدية ولا حلوة جافة، وغربلوا هكايا النواشف تاعكم، وحتى البيض يكون بدرجة الحرارة. هذه هي يعني هادوم لي زاستوس اللي تنجح الوصفة تاعكم. وهنا زدت ضفت الفرينة هكذا حتى طمت لي العجينة. بيان سور نضيفوا بالعقل العجينة باسكو الكاكاو ينشف راكو تعرفوا. وشوفوا القوام، تبان العجينة ماهيش شاده روحها، بصح شو كي تحطوها في يدكم ما تلصقش، وهذا هو القوام اللي نحوسوا عليه. وديروا حسابكم تاني كي حنخليو العجينة تزيد تريح شوية رايحة تزيد تنشف الكاكاو، نعرفوا بلي ينشف العجينة. علاش ما نشفوهاش بزاف باش ما تيبسناش. واللي خليناها دركا تاع لافاني حنزيدو غير الفرينة، بما انه زدنا ديجا الخميرة كيميائية كلش، يعني قعدت غير الفرينة اللي نضيفوها. نفس الشيء حنضيف هكذا الفرينة حتى نطم عجينة. هنايا زربت لكم يعني المقطع تاع العجينة باسكو رايحة نطموها فقط. انا بديت هكا مع لو بلا سباتول ومن بعد طميتها
بيدي، نضيفو تدريجيا الفرينة حتى نتحصلو هكذا على عجينة تكون طرية. شوفوا هكذا ما تلصقش في اليد ولكن هي طرية مليح. هكذا نزيد نحي مام العجينة تاع الكاكاو هكذا ميم نمسح هذوك لي كوتي نطمهم نفس الشيء. شوفوا هاي ديجا زادت نشفت. فوالا هكذا نغطوهم من جهة ونروحوا لافاسوناج تاع الكروكي تاعنا. انا في هذا الاثناء حاجه الاولى شعلت الفوغ تاعي يسخن وجيت نفاصوني الكروكي تاعي. قسمت العجينه على زوج هكذا كي تاع الفاني كي تاع الشوكولا ونقسمهم دي بول. هنا الفاصوناج راه رايح يعني الفيديو راح يوضح كل شيء. هذه طريقه يعني باش نوعو في الكروكي والشكل يجي شباب. هكذا انا قسمت على 4 قسموا على 5 هكذا ونديرو دي بودان. انا حنزرب لكم شويه المقطع. شوفوا انايا واش درت ندير هكا دي بودان تاع فاني ومن بعد شوكولا يعني هذه اللي بالكاكاو هكذا نخالفهم بهذه الطريقه ومن بعد ندير من الفوق ونحاول نخالف يعني تاع البودان تاع الكاكاو ونحطو فوق تاع لافاني هكذا بهذه الطريقه. ومن بعد نجي نطم هكا العجينه تاعي. شوفوا مادام طريه راهي رايحه يعني تلصق في بعضها تخافوهاش. ها شوفوا كيفاش طميتها ومن بعد نبدا نلوي هكا هاد الحربوش تاعي باش يجي هذاك ليفي مغبري. هذه الطريقه الاولى. نبدل لكم هنايا الزاويه تاع التصوير باش يبان لكم مليح. شوفوا شفتوا كيفاش يعني لويتو على بعضه هكذا. من بعد واش ندير راح نقسم هاد البوده على زوج ونزيد نلصقو في بعضه مادام العجينه هكا مازالها طريه. شوفوا ونزيد نروليه في بعضه باش يزيد يعطينا هذاك لي في شباب كتر وكتر. هذه هي طريقه سهله يعني ما فيهاش حاجه كبيره. نحكم البوده تاعي حنقسمو هذا على زوج كما شفتوا ديجا العجينه كنت قسمتها على زوج وهاد البوده حنقسمو على زوج يعني في الاخر عطاوني 4 بوده يعني كميه ما شاء الله. هكذا حيكون يعني الشكل عشوائي باش يعطي هذاك الليفي تاع الرخامي. نجيب هنا السنيوه تاعي انا درت ان بابي كويسون هكذا ونحط لي بودان تاعي ونجي يعني نبسطهم كيما نقولوا كيما طريقه تاع الكروكي عادي. هنا بيان سور كل وحده تتحكم في الحجم اللي تحبوه هكاك صغير تحبوا يعني طالع تقدروا تخليو هكا الحبه بومبي كيما نقولوا باش يزيد يطلع اللي تحب باغ اكزومبل يعني تفتحوا كتر وكتر باش يجيها طويل. ديروا حسابكم برك باللي رايحه تخمر هاد الكروكي يعني حيتضاعف الحجم تاعو. هذا انا نحب هذا الشكل المتوسط في الكروكي سورتو كي يكون هكا الشكل. كي نديرو كامل بالشوكولا نحبو هكداك طويل. وهذه طريقه فقط لي كيفاش تحب كل وحده الشكل تاعها والتزيين. هذا ما كان نطيبوه من تحت نحطو سنيوه في الوسط ونطيبوه عادي يعني كي نشوفوا الجوانب تاعو من تحت ديجا بداو يتحمروا نطفيولو. انا شعلتلو من الفوق ماشي باش يتحمر هذيك التحميره بس حنغلفو بالشوكولا جوست حيعطي ينشف لي يعني يدير هذيك لاكوش باش نكمل نطيبو مليح. هذا ما كان.
وهنا الطريقة تاع هنا bien sûr مور ما نحيتو وبرد لي، هنا بون قلت لكم خرجوا لي 4 بودا بصح أنايا فقط في التصوير وباش نحط فوق هاد لاكيغي حطيت 3 والكاتريام خليته فوق السنيوة. أنا شوفوا كاين الطريقة هذه الأولى، ذوبت شوكولا هنا درت أنا شوكولا ولي، اللي يحب يدير شوكولا نوار وكيما شفتوا شوكولا بيضا ضفتها هكذا من الفوق بشوية نتخي تاع كوردون ولا هادو أعواد تاع الشواء ولا هادوك لي بيك تاع أنا هذا البيك تاع لي زومبوغر تاع المملحات، نديرو هكذا ونضيفو شوكولا بيضا وندهنوها، ومن الأحسن من الأحسن إنه الكروكي تاعكم يكون دافي ماشي يبرد تمامًا. كي يكون دافي الشوكولا تزيدو تيطاليوها آلاز يعني وتزينوها، هكذا ونزيد نخلط هكذا بهاد العود تاع الشواء ولا لو بيك هدايا، تقدروا ديروه بان كوردون يعني ماشي كيما تقدروا تاني تحطوا الشوكولا يعني شوكولا ولي ومن بعد ديروا الشوكولا هكا البيضا من الفوق غادي تخي وتخلطوا تاني بعود تاع الشواء، يعني استعملوا لا فاصون اللي تجيكم سهلة. وأنا كوم قُلت لكم الكروكي راه مازالو دافي شوية، يعني شوكولا ما تبردش تاني تقولوا لي رانا في موسم يعني الصيف سخانة، وما راهيش رايحة تجمد تمتم الشيكولا، هكذا ونديرو لي تخي تقدروا ديروا داك لو تخي كيما تاع حلوة الملفاي، هكذا en même temps راكم تهبطوا في الجوانب ولا بهاد لا فاصون هكذا. هذا تزيين يعني كيما نقولوا فقط. ونخليوه bien sûr حتى تتمد لنا يعني هاد الشيكولا ويبرد الكروكي تاعنا بهاد الطريقة، من بعد نجيو نقسموه كيما راكم تشوفوا في الصورة جا ما شاء الله طري، شوفوا والشكل كيفاش جا يشهي، شهيتكم في الجنة إن شاء الله، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة، هذا الشكل تاعها بعد ما حطيته في صحن التقديم، شوفوا كيفاش جا والبنة ما عندي ما نقولكم، وتشوفوا حتى يعني الطياب تاعو من التحت كيفاش جاي شهي، قلت لكم غير تشوفوا هذيك الحمورية بدا يحمر في الجوانب هكايا تشعلوا له من الفوق، شوفوا ما شاء الله كيفاش جا رخامي قلت لكم من الداخل للبرا. نتمنى تكون عجبتكم وصفة تاع اليوم كروكي على طريقتي وتجربوا الوصفة وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة.